السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ أميرة، وتحياتي ليكم داخل الوطن وخارج الوطن. وبالطلب ديالكم بغيتوا وصفة لزيادة الوزن اللي تكون بالتمر، لأن نالت الاستحسان المتتبعات دياولي وداروا الوصفات اللي كنديرها بالتمر وعطاتهم نتيجة زوينة، لأن النتيجة ديالها سريعة. اليوم إن شاء الله في إطار محاربة نقصان الوزن، محاربة النحافة في شهر رمضان، اليوم غادي نعطيكم وصفة من وصفات المقوية للذات والجسم بشكل رائع، وأيضا مغذية واحد الشكل اللي ما تخيلوش. هاد الوصفه اللي غنعطيها لكم كاع العناصر الغذائيه اللي كتحتاجوها الجسم ديالكم، من معادن، من فيتامينات، من سعرات حراريه، من اي حاجه كيحتاجها لجسمكم غادي نعطيها لكم في هاد الوصفه. ما شاء الله هاد الوصفه راها زوينه 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 بزاف. وهاد الوصفه زوينه، واهم حاجه غادي تزيد لك الجسم ديالك في الوزن بشكل رائع، غادي تزيد لك الكيلوات، غادي تحارب لكم النحافه في شهر رمضان. ما تخرجي من رمضان ان شاء الله حتى تلقاي راسك ما نقصتيش في الوزن، بالعكس زيدتي في الوزن وبصحه جيده وبوصفه تكون طبيعيه. والمكون الاول ان شاء الله هو التمر. التمر ما شاء الله كيليق الرجال النساء. راه بالنسبه للرجال راه مزيان اللي كيديروا الاكمال الاجسام، كيضخم العضلات ديالهم، غني بالبروتين، وزياده على ذلك انه كيعطينا الحجم الكتله العضليه، يعني ما كيزيدناش في الدهون ديال البطن، بالعكس كيعطينا واحد القوه. ما شاء الله راه غني بالفيتامينات، زوين التمر غني وفي مكونات اللي غادي تستافدوا منها ان شاء الله. وان شاء الله هذه الوصفه غادي يكون فيها 4 المكونات، وهاد 4 المكونات كلها ضروريه، ما فيهاش تبديل ولا تغيير، باش ان شاء الله نجح معكم الوصفه. ونبداو على بركه الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون ليا ولكم الاجر كذلك. والمكون الثاني هو الزنجلان اي السمسم، بلا ما ندوي عليه، راه هو بالنسبه ليا رقم واحد في التسمين، زوين ورائع. بالنسبه للبنات او الرجال اللي باغيين تزادوا في الوزن، عليكم بالسمسم، الزنجلان زوين، عطيته لكم في الفيديو السابق، عير هو والتمر ونال الاستحسان. وغنزيدوا عليه مكونات اللي غيعطينا قوه وفعاليه ان شاء الله في هذه الوصفه ديالنا. غير تبعوا معايا وما تنساوش لايك للفيديو والبارطاج باش كلشي يستافد باذن الله. اولا غنحتاجوا السمسم يكون محمص، ضروري محمص، وغنديروا ان شاء الله. وغنحتاجوا المكون الثالث حبيباتي هي حبة الحلاوة، ما يسمى باليانسون. حبة حلاوة ما شاء الله زوينة في التسمين، كتبرز لنا المناطق الأنثوية يعني والمؤخرة، غنية بالهرمون الأنوثة. غنحتاجوها إن شاء الله حتى هي نكونوا نقيناها. ونوريكم إن شاء الله المكون الرابع. المكون الرابع والأخير هو آخر مكون وزوين، مصدر من مصادر البروتين، هو وحده كيزيدك في الوزن بشكل رائع، كيزيد لينا الحجم الكتله العضليه، هي الزبده الفول السوداني. تقدري فقط ديري زبده الفول السوداني او بوحدها كتعطيك النتيجه، ولكن مع المكونات اللي غادي نضيفوها ان شاء الله راها غتعزز لنا الوصفه بشكل رهيب، وغتعطينا زياده الوزن سريع جدا بالنسبه للبنات اللي باقي ما تزادوش الوزن حتى وصل للمنتصف ديال شهر رمضان وباقي ما تزاديش الوزن. عليك بهذه الوصفه، غير تبعي معايا حبيباتي كيفاش غادي نحضروها وكيفاش غنديروها ان شاء الله باش ديريها من دابا حتى العيد. تلقاي راسك برزتي المناطق الانثويه، كبر لك الصدر، تفختي الحنيكات ما شاء الله. غير تبعي معايا وركزي معايا. اول حاجه حبيباتي بسم الله على بركه الله غناخذوا ان شاء الله التمر. التمر ما شاء الله راه قلت لكم شحال زوين. كناخذوا الكميه ديال التمر كنحيدوا منه النواه. اول حاجه نمسحوه، ما نغسلوه ما والو، نجيبوا شيشاش ونمسحوه، نفزقوه ونمسحوه، وان شاء الله غادي نوضعوه في الكسكاس. غنوضعوا التمر في الكسكاس، يعني غادي نبخروه واحد الكميه ديال نصف كيلو ولا كيلو ديال التمر يكون عندنا، نقادو ونصاوبو ونبخرو. ونوريكم الطريقه. اشنو غنديروا حبيباتي؟ غنرجعوا المكونات ديالنا. غادي ناخذوا هاد السمسم، السمسم ناخذوا اكبر كميه يكون عندنا هو السمسم. كما قلت لكم ضروري تنقيو وتحيدوا منه الاحجار والاتربه، ومن بعدها كتحمصوه وكطحنوه. غنستعملوه مطحون. غطحنوا تقولوا لي شحال الكميه، يعني لا درتو نصف كيلو ديال الزنجلان ان شاء الله غديروا نصف كيلو او كيلو ديال الزنجلان كما بغيتو،
وطحنوا ان شاء الله. من بعد غادي ناخذوا الحبة حلاوة. اشنو غنديروا في حبة حلاوة؟ ايضا غادي نستعملوها مطحونة، ولكن غادي نقيوها ونحيدوا من الاتربة ونطحنوها. طحنوا كل حاجه بوحدها، ما تخلطوش السمسم مع حبه الحلاوه، لان السمسم كما كنتي غطحنيه كيبقى نتيجته عاديه، ماشي بحال حبه حلاوه خاصنا ضروري نطحنوها ونغربلوها، ما كتكونش منيله مزيان بحال الشكل ديال السمسم. لذلك كل حاجه طحنيها بوحدها. بحال مثلا غتقول لي شحال الكميه، مثلا خدنا نصف كيلو ديال الزنجلان او رابعه ديال الزنجلان، نديروا مع هذا حبه حلاوه بحال هكا 5 دراهم ديال حبه حلاوه. كما قلت لكم نطحنوا، حنا بغينا نستعملوهم هاد المكونين بجوجهم نطحنوهم. من بعد حبيباتي ما غادي طحنوهم غادي نخلطوهم باش بالزبده الفول السوداني، غنخلطوه حتى نحصلوا على العجين، يعني العجين اللي فيها السمسم وحبه حلاوه مع الزبده الفول السوداني، غادي نحصلوا على واحد العجين. نتوما غتحكموا في المقدار اللي غادي ديروه ان شاء الله، وغديروه بحال هكا اصابع ان شاء الله، غديروهم اصابع وغادي نحشيهم في التمر. يعني التمر غنعمروه بهاد الحشوه اللي فيها الفول السوداني. تقدروا ديروهم على شكل كرات او على شكل اصابع وديروهم ان شاء الله في التمر. تاخذوا الكميه اللي غادي تكمل لينا هذا العدد اللي طحناه وديريها في شي بواطه، يعني تعمري التميرات ديال كاملين من بعد ما تكوني وجدتيهم وحيدتي ليهم النواه ديالهم. تعمري كميه التمر على حسب الرغبه، ديريهم اصابع داخل التمر، تحتفظي الكميه ديال التمر اللي عمرتيهم في الثلاجه وتبقاي تاكلي فيهم تناوليهم في رمضان ومن غير رمضان ان شاء الله. امتى غادي تناولوا؟ ماشي مشكل، بعد الاكل ولا قبل الاكل، فيما بغيتي دخلي الثلاجه وخذي وكولي على حسب الرغبه. ما شاء الله تاكلي حبتين في النهار، 3 حبات في النهار، 7 حبات في النهار، ما شاء الله زوينه تفتحي بها الصيام ديالك. ديريها في السحور وديريها في العشاء كيما بغيتي، دوري وتاكليها، راها زوين. اذا داومتي عليها راها تلاحظي النتيجه ما شاء الله، غير في 3 ايام كتلاحظي انك ما بقيتيش ضعيفه كما كنتي. حبيباتي كانت هذه الوصفه ديال اليوم، 3 المكونات ان شاء الله اليوم اللي درناهم وعمرنا بهم التمر، ما شاء الله كلهم مكونات زوينين. في ان شاء الله غتولي عندك واحد الطبق ديال التمر غني بالسعرات الحراريه اللي غتساعدك في زياده الوزن وغتحارب لك النحافه في الشهر رمضان ان شاء الله. اعطيتكم وصفه مقويه للذات والجسم بشكل رائع. غير داومي عليها حبيباتي وديريها ان شاء الله في البواطه بحال هكا معمره ما شاء الله في الثلاجه، وتبقاي تاكليها كيما قبل ما تبغي تاكليها جبديها من الثلاجه تاخذ حراره المطبخ، ما تكونش بارده مع هذا الجو، وتناوليها بالصحه والراحه. ورجعي كتبي في التعليقات، والسلام عليكم.